تصنيف أبطال أفريقيا الأهلي على رأس مجموعة وصراع عربي محتمل. اختتمت منافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مراسم قرعة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام 2 ظهرا. ويتواجد الأهلي المصري على قمة مجموعة، وهناك احتمالية لوجود مجموعة عربية خالصة، إذ يتواجد فريقا عربيا على الأقل بكل تصنيف. ويتم تقسيم 16 فريقا على 4 مجموعات، لتضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي. وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني، ثم فريق من التصنيف الثالث، وأخيرا فريق بالتصنيف الرابع. التصنيف الأول الأهلي، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي. التصنيف الثاني بيراميدز الرجاء المغربي، يانغ أفريكانز التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري. أما بالنسبة للتصنيف الثالث أورلاندو الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، ساغرادا الأنغولي. التصنيف الرابع مولودية الجزائر، مانياما الكونغولي، غوليبا المالي، استاد أبيجان الإيغواري. رئيس مكافحة المنشطات: لا يوجد عقوبة على رمضان صبحي. كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن مستجدات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المصري. وقال خميس عبر قناة MBC مصر استئناف الوكالة الدولية ضد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ورمضان صبحي. وأضاف: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم تقتنع بمذكرة الاستئناف المقدمة ضد عقوبة رمضان صبحي. وأكمل: الاستئناف الخاص برمضان صبحي سيكون خلال 21 يوما فقط. وأتم تصريحاته: لا يوجد أي عقوبة رسمية على رمضان صبحي، واللاعب يشارك بشكل طبيعي مع بيراميدز، ولا يوجد مدة محددة لإصدار القرار النهائي في هذا الأمر. كابوس مرعب في إصابة شتيغن. أصيب مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة في مباراة الفريق أمام فياريال، وخرج محمولا قبل نهاية الشوط الأول. وشوهد الألماني وهو يغادر المستشفى على كرسي متحرك. وتشير التقارير الأولية إلى إصابته في أوتار الركبة، تحديدا الوتر الرطفي للركبة اليمنى الذي أصيب فيه عام 2021. أما فليك مدرب برشلونة فقال بعد المباراة: يجب أن ننتظر النتائج النهائية، ولكن الإصابة تبدو خطيرة. وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن إمكانية تعاقد برشلونة مع حارس مرمى وفقا للوائح. هالاند يسجل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي ويعادل رونالدو. احتفل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلحظة استثنائية خلال مواجهة أرسنال في قمة الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد. هز هالاند الشباك بعد مرور 9 دقائق من المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، معقل فريقه، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم. كما يعد هذا الهدف هو رقم 100 للمهاجم النرويجي في 105 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف 2022 قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني. ووصل هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين. ووصل هالاند إلى 73 هدفا في 71 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، علما أنه فاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة في الموسمين الماضيين.